قبل ما ادخل كليه الطب كنت واحد من المغفلين اللي مفكرين ان الشغل في المستشفى بيبقى زي اللي بنشوفه في المسلسلات دي. وبعد ما بقيت دكتور فعلا وشفت الشغل في المستشفى عامل ازاي، هنا سالت نفسي سؤال: هو في اي واحد من المسلسلات دي واقعي فعلا وشبه شغل المستشفى بجد؟ ففي الفيديو ده هقول لكم على اكتر 5 مسلسلات طبيه واقعيه فعلا. رقم 5 هو ذا جود دكتور. هو الحالات الطبيه اللي فيه كويسه وكل حاجه، بس طبعا بيركز على حالات نادره مش بتتشاف تقريبا، ويوم لما تتشاف فاكيد مش دكتور صغير في السن بالشكل ده هو اللي هيعرف يشخصها. رقم 4 وهو هاوس. معلوماته الطبيه كويسه جدا، بس الفكره كلها ان هاوس تخصصه في المسلسل ده اصلا مش موجود في الحقيقه. رقم 3 هو ذا ريزيدنت. هو بيتكلم عن جانب مختلف شويه عن كل المسلسلات اللي في الليسته. ورقم 2 سكرابس. من اول نظره كده هتحس انه كوميدي وملهوش اي علاقه بالواقع، بس هتتفاجئ لما تتفرج عليه انه واقعي فعلا من جوانب كتير جدا، غير طبعا ان دمه خفيف فارشحه لكم طبعا. واكتر مسلسل واقعي هو طبعا جايب كل حاجه صح، البؤس بتاع الدكاتره والتوتر والضغط النفسي وكل حاجه، غير انه من ناحيه الدراما فهو كويس جدا برضه.